فيلمنا بيبدأ بشاب اسمه شونج شي، كان بيحلم طول فترة طفولته انه يكون محارب كونج فو، وحاليا بقى مطلوب منه ان هو يحمي قريته ووالدته، وكان لازم انه يتصدى للوحش الخطير اللي كان بيهدد حياة كل البشر. من آلاف السنين كان في أسطورة، والأسطورة دي اسمها أسطورة الحلقات العشرة، وبين كل جيل والتاني كانت القصة دي بتكبر. وكان في راجل اسمه واينو وهو اللي كان مسيطر على كل الحلقات، وكان في ناس بتقول ان هو لقى الحلقات دي في بركان، وناس تانية بتقول انه لقاها في مقبرة. بس اللي كل الناس عارفاه ان الحلقات دي بتديه قوة كبيرة ومخليه حياته أبدية، والمفروض انه يستخدم القوة دي في الخير، لكنه كان بيستخدمها عكس كده وفي مصلحته الشخصية وبس. ولما بيكون في اي حرب بيقدر ان هو يقتل مئات الجنود بإيد واحدة. ومع مرور السنين كان قادر انه يكون جيش كبير جدا، وكان بيستخدمه بشكل سيء زي انه يفرض السيطرة في كل مكان، وكانوا بيتصدوا لأي جيش وأي جنود بكل سهولة لحد سنة 1996. وكان واينو هو اللي مسيطر على الحلقات وعايز يكتشف قرية اسمها تيلو، والقرية دي كانت مختفية وكانت مليانة سحر، وكمان كان عايش فيها مخلوقات أسطورية كتير، وفيها ناس كانوا بيمارسوا الفنون القتالية بطريقة مختلفة. ولما كانوا في الغابة بيدوروا على القرية دي كانت بتحصل حاجات غريبة، والأشجار كانت بتقفل عليهم، والسواق كان بيحاول إنه يعدي من وسط الشجر لكنه مش بيعرف وبيفقد السيطرة على العربية لحد ما بتقع العربية بيهم من فوق الجبل. لكن واينو بيقدر انه ينط من فوق العربية قبل ما تقع، وكان بيتمشى في الغابة لمدة ساعات لحد ما لقى مدخل القرية دي، وكان في واحدة واقفة حارسة للبوابة وكان اسمها لي، وساعتها بتطلب منه ان هو يمشي ويرجع مكان ما جه. وكان ساعتها بيحاول ان هو يهجم عليها، وهي كمان كانت بتحاول تضربه وكانت بتستخدم قدرتها في القتال. ولما كان بيحاول يستخدم قوة الحلقات ليه قدرت انها تتصدر للقوة دي، لكن كل الخناقات دي انتهت بانهم اتجوزوا في الاخر. وبعدها بنشوف ليه وهي بتتكلم مع ابنها اللي بيكون شونج شي عن القوة اللي القرية بتاعتها كانت فيها، وانهم كانوا واخدين القوة دي من الحارس الكبير، والحارس ده بيكون عبارة عن تنين ضخم. ولما خرجت من القرية فقدت القوة بتاعتها، لكن برغم من كده الا انها لسه محاربة قوية جدا. وبعدها بتدي ابنها عقد فيه لؤلؤ لونه اخضر، وبتقول له خليه معاك، ولو تهت في يوم العقد ده هيساعدك توصل. وبتمر 20 سنة وبنشوف شونج شي بعد ما كبر وبيكون لسه صاحي من النوم ورايح شغله، وبيكون فيه على الكومودينو اللي جنب السرير كارت عليه رسم التنين، وكان عنوان الكارت ده في مدينة ماكو في الصين. وبنعرف بعد كده ان شينج شي عايش في سان فرانسيسكو، وكان شغال في فندق مع صاحبته كاتي اللي كانت بتحب عربيات السباق جدا، وكانت عايزة تتفسح مع شينج شوية بالعربية. وبالرغم انه كان شايف انها فكرة مش كويسة الا انه بيوافق وبيروح معاها. وبعدها بيروحوا يقعدوا في مكان بره، وبيقابلوا اتنين قاعدين مع بعض، ومن ضمنهم واحدة اسمها سو، واللي كانت صاحبة كاتي، وكانوا هما التلاتة مع بعض في مدرسة الثانوية. وبنعرف ان بالرغم ان شانج بيتكلم 4 لغات وكاتي متخرجة من كلية كويسة، الا انهم مبسوطين جدا في شغل الفندق. وبالرغم من انهم المفروض يكونوا مسؤولين شوية الا انهم بيروحوا يكملوا سهرتهم بره. وتاني يوم بيروح شانج البيت كاتي علشان يروحوا الشغل سوا، بس كاتي بتكون لسه ما جهزتش، ووالدة كاتي بتقول لشانج ان هو يقعد ياكل معاهم، وساعتها جدتها بتساله انتوا هتتجوزوا امتى. وبعد شويه بيخرجوا الاتنين وبيركبوا الاتوبيس، وبيجي واحد يرخم على شانج كان عايز ياخد منه العقد، وبيزق شانج الراجل، لكن بيجي اتنين وبيمسكوه. وكانت كاتي بتحاول تتدخل لكن الراجل بيضرب دماغها في الشباك، ولما شانج بيشوفها بتتضرب بيتحول وبيتعصب وبيضربهم كلهم. وبالرغم ان كاتي تعرف شانج من 10 سنين الا انها اول مره تاخد بالها انه محترف في القتال كده. وبعدها بنشوف واحد دراعه مقطوع اسمه راسوس، ودراعه ده بيكون فيه سيف حاد جدا، وبالسيف ده بيهجم على شانج، وكان شانج قادر يتصداه وبيبعد عنه، لكن اغلب الهجمات اللي شانج اتجوزها كانت بتشكل خطوره على الاتوبيس. وفي الاخر بسبب الهجمات دي بيقطع راسوس الفرامل بالسيف، وما بيقدرش السواق انه يسيطر على العربيه، وبتتخبط دماغه وبيقع على الارض. وساعتها بيروح شانج يسوق الاتوبيس وبيحاول انه يبعد عن اي عربيه، وراسور بيهجم عليه مرة تانية وكان عايز يقطع راسه، لكن كاتي ساعتها بتنقذه وبتضربه على راسه بطفاية الحريق، وبتسوق هي الأتوبيس. وبيتخانق راسوس وتشانج مرة تانية، والعربية اللي كانت في الأتوبيس كانت بتتفك، وشانج كان بيحاول يرمي راسوس في العربية اللي بتتفك، وبيتفق مع كاتي على الخطة، وبيقول لها تحود يمين لما تاخد منه أمر بكده. وكان شانج بيحاول يجبر راسوس إنه يروح العربية التانية وباقي الركاب في العربية الأولى، وساعتها بيدي الأمر لكاتي، وبيرن جرس الأتوبيس بتاع فرامل الطوارئ، وبتفهم كاتي ان دي الاشاره وبتاخد يمين وبتنفذ الخطه صح. وكانت المشكله بقى اللي بتواجههم ان هم يوقفوا الاتوبيس اللي هم فيه، لانه كان في طريقه للبحر وكان هيقع في الميه. وساعتها بتيجي عربيه بتزنق على الاتوبيس اللي بيخبط في باقي العربيات، وبتحصل كوارث كتير، لكن المهم ان محدش فيهم مات في الاخر. وبيكتشف شانج ان العقد بتاعه اختفى، وبيتضح ان في اللحظه اللي خطته كانت بتتنفذ بيقدر راسوس انه يسرق العقد فيها. وبعدها بيرجع شانج على البيت، وكان بيلم هدومه وعايز يروح مدينه ماكاو،
وكان مقتنع ان اخته هتكون هناك. وساعتها بيقول لكاتي بما انهم جم اخدوا العقد مني هيبقوا عايزين ياخدوا من اختي هي كمان. ووقتها كاتي ما بتكونش فاهمه حاجه وبتساله مين دول اصلا، وبيقول لها دول رجاله والدي وهو اللي باعتهم، وبيقول لها ان هو خايف انهم يأذوا اخته علشان كده لازم اسافر لهناك والحقهم. بس كاتي بتقوله انها مش هتسيبه وهتروح معاه. وساعتها بنشوف ذكريات قديمه لشانغ مع والده واينو اللي كان معاه الحلقات، وبنعرف ان بعد ما والدته توفت والده هو اللي كان بيربيه وبيدربه، وكان بيتم تدريبه من الصبح لحد بالليل علشان يبقى قوي ومحترف. اما اخته اللي كان اسمها شيلينج كان ممنوع تدريبها لانها بنت، لكن هي كانت بتتدرب مع نفسها بالليل من غير ما حد يشوفها، وكانت بتتعلم الحركات وهي بتراقب اخوها. ولما كان شانغ عنده 14 سنه كان محترف كفايه، وساعتها والده بيبعته في مهمه، والمهمه كانت ان هو هيروح يقتل اللي قتل والدته، لكن شانغ ما كانش قادر يعمل المهمه دي، وعلشان كده بيقرر ان هو يروح بعيد، ومن ساعتها ما شافش والده ولا اخته. وساعتها لما بيروح شانغ للعنوان اللي كان مكتوب على الكارت اللي كان على الكومودينو لما صحى، هناك بيقابلهم حارس وبينزلهم على النادي، وبيقابلوا واحد معجب قوي بشانغ، وده بسبب فيديو الاتوبيس لانه اتشهر جدا. وبيشوف شانغ حلبة وكان فيها مصارع بين راجل ووحش، لكن الراجل بيقدر انه يفتح بوابة من خلالها بيخلي الوحش يضرب نفسه بنفسه، وبسبب ذكائه بيقدر انه يكسب. وبعد ما بيشوف شانغ المصارعة بيقولوا انه مش عايز يدخل حلبة مصارعة زي دي، بس اللي بيكون واقف معاهم بيحاول يقنعه وبيقولوا انه لو كسب هياخد فلوس كتيرة جدا. وبعدها لما شانغ بيدخل الحلبة بيتفاجئ ان البنت اللي هتسرعه هي اخته، وكان واضح جدا انها متمكنة وبتقدر انها تضرب شانغ. وفي نفس الوقت شانغ ما كانش عايز يضربها وفاهم انها متضايقة علشان سابها زمان، ولما بيحاول يشرح لها هو مش ليه بتوقف خناق معاه، لكنها بتضربه في الاخر علشان يكون في فايز. وبعد ما بيخلصوا بيرتاح شانغ بيعرف ان اخته هي صاحبة المكان ده، وبتقوله ان انت زمان قلت لي ان بعد 3 ايام هترجع، لكن انت مشيت وما رجعتش من ساعتها. وبيسالها شانغ انت بعتي الكارت ليا ليه؟ فساعتها بتقول له كارت ايه، انا ما بعتش حاجه. وفجاه في ناس غريبه بتهجم على النادي، وبعدها اخته بتسيبه وتمشي. وساعتها بيكسر شانغ ازاز الاوضه وبيخرج من الشباك هو وكاتي، وكانوا ماشيين على السقاله. وساعتها شانغ بيشوف الجنود بتوع والده جايين عليه، وساعتها بيخلي كاتي تهرب وبيحاول هو انه يتصدى ليهم. وكانت طبعا الخناقه هناك صعبه، وبيضرب واحد منهم وبيوقعه من فوق السقاله، وواحد من الجنود بيهجم على كاتي وبيوقعها من فوق السقاله. وساعتها بتمسك في ماسوره خشب، وكانت الماسوره دي هتقع بيها، لكن بيقدر شانغ انه يضرب الجنود وبيلحق كاتي في اخر لحظه قبل ما تقع. لكن ساعتها بيجي واحد من الجنود وبيكهرب شانغ وبتقع كاتي من ايده غصب عنه، لكن لحسن الحظ اخته بتقدر تنقذها وبتحارب اخته الجنود. لكن بيجي واحد وبيسرق العقد منها، وبيجري شانغ وراه علشان يمسكه، وساعتها فعلا بيلحقه قبل ما يهرب. وبيحصل خناق كتير بينهم، وساعتها بيطلع شانغ سكينه لانه كان عايز ينتقم من الراجل ده، وده بسبب ان زمان الراجل ده كان بيدرب شانغ تدريب قاسي جدا. ولكن قبل ما شانغ يخلص عليه بيجي والده وبيكون مبهور من مستواه في القتال، وساعتها بيكون مبسوط انه قابل ابنه اخيرا، وبيقولوا انه كان وحشه جدا وبيحضنه وبيبكي. وبعدها بيروح شانغ واخته على المقر بتاع والده واللي بيرحب بيه هناك، وكالعاده كان والد شانغ مؤمن لبنته زي زمان، وبيطلب من الحرس انهم ينقلوا شيلينج وكاتي للاوضه بتاعتهم. وبيروح شانغ للاوضه بتاعت زمان اللي كان بيتدرب فيها، وساعتها بيقعد يفتكر ازاي كان بيتدرب في الخشب لحد ما ايده كانت بتجيب دم. وبيسال شانغ والده انت عرفت مكان ازاي؟ فبيرد عليه والده بيقول انه كان عارف مكانه هو واخته طول الوقت، وانه كبر وبقى محتاجه جنبه. لكن شانغ بيقول له ان هو مش عايز كده، فبيبدا يتكلم والده بيقول له انا زمان لما عرفت ليه اللي هي والدة شانغ كانت كل حاجه حلوه في حياته، وانه كان قوي بسببها، ومن ساعتها قرر ان هو يكمل حياته معاها. وكان بيحاول هو كمان انه يبسطها وهما الاثنين يكونوا عيله سعيده. ولما ليه ماتت والدة شانغ كان مخنوق جدا، وكان متاثر بموتها لمده سنين، وكان طول الفتره دي بيدور على قريه تالو. وساعتها بيقول ان هو عارف ان في بوابه في الجبل، والبوابه دي ليه محبوسه وراها، واتاكد لما سمع صوت والدة شانغ وهي ورا البوابه دي وبتطلب المساعده وانه ينقذها. وبيقول له كمان لما اتجوز ليه زمان كانت عايزاه يعيش معاها في القريه، وكانت عايزاه تاخد الاذن من سكان القريه، لكنهم ما كانوش راضيين، وبالتالي هي خرجت من القريه. وكان والد شانغ شايف اللي بيحصل معاه ده بسبب انها هربت من القريه، وعلشان كده سكان القريه حبسوها. وللسبب ده كان عايز يجيب والد شانغ ولاده عشان ياخد العقد ويحطه في عين التنين، وده لان زمان ليه قالت لشانغ ان اللؤلؤه دي هتساعدك توصل لو تهت. ولما حطوا اللؤلؤه حصلت حاجه غريبه جدا، خرجت ميه كتير من الحيطه ونزلت على الارض، وفجاه الميه دي بترسم على الارض متاهه، وكانت المتاهه دي عباره عن اشجار وفيها طريق مش بيفتح الا مره في السنه، وعلشان يوصلوا لهناك هيحتاجوا يعرفوا امتى الطريق هيتفتح. وفعلا بيقدر والد شانغ انه يعرف من الكلام مع اولاده امتى الوقت اللي هتفتح في البوابه. وخلال 3 ايام بيجهز الجيش بتاعه علشان ينقذ مراته، وكان ناوي انه يدمر القريه كلها. وكان شانغ بيتكلم مع والده بيقوله ان فكره تدمير القريه
القرية دي ما تنفعش خالص. وساعتها والده بيتضايق وبيضرب شانغ، وساعتها بيأمر بحبسه هو واخته وكاتي. وبتسأل كاتي انا مش فاهمة ايه اللي لازم يحصل، وبيرد شانغ وبيقول لها احنا لازم نروح القرية دي قبل والدي لانه هيدمر كل حاجة من عيلتي او والدتي. وساعتها بيسمعوا صوت غريب قوي جاي من البوابة اللي جنبهم، وبيروحوا لهناك وبيقابلوا واحد اسمه تريفور اللي كان شغال ممثل في ليفربول. وفجأة بيظهر كائن شكله غريب جدا، وتريفور بيقول لشانغ ان ده من قرية تالو، وبيقول له شانغ ان هم عايزين يروحوا للقريه. وساعتها بيرد عليه وبيقول له ان الوحش ده يقدر يوديهم لهناك. وشويه وبيلاقي اخته داخله عليهم من الحيطه وبتقول لهم ان والدهم عامل نظام انفاق علشان الهروب، وهي قدرت تكتشف الانفاق دي اللي بيهربوا منها وبينزلوا على الجراج. وقتها كاتي بتسوق العربيه وكان الحرس بيجروا وراهم، وشانغ واخته حاولوا يضربوا الحرس، وفعلا شانغ قدر انه يمسك واحد من الحرس واستخدم بصمته علشان يفتح البوابه. وفعلا ده لما بيحصل بيهربوا وبيقفلوا البوابه وراهم علشان يمنعوا الحرس ان هم يلحقوهم. وبعدها بيوصلوا عند الغابه، والوحش موريس قال لكاتي تمشي ازاي والاشجار كانت بتقفل وراهم. وكاتي فضلت تجري بسرعه جدا لحد ما وصلوا قدام شلال، وكان لازم يعدوه. ولما عدوا كانت الميه طايره وثابته. وبعدها بقى بيشوفوا قرية غريبة جدا كأنها زي اللي بنسمع عنها في الحكايات، مليانة حيوانات وطيور غريبة. وكمان شافوا عيلة الوحش موريس. وقتها كاتي كانت هتخبط في حيوان غريب كان بيعدي قدامها، وده لأنها كانت مذهولة من الجمال اللي حواليها. والحيوان اللي كانت هتخبطه جسمه كان زي الحصان وراسه كانت زي التنين. وفي الاخر بيوصلوا لسكان القريه اللي كان بيحميها اسد كبير، وشانغ واخته بينزلوا وبيقولوا لهم ان هم ولاد ليه، لكن كبير القريه بيأمرهم ان هم يمشوا من هنا. وساعتها جيش القريه كان بيجهز للهجوم على شانغ واخته، لكنهم وقفوا لما ظهرت خالة شانغ اللي بتطلع انها اخت ليه. وقتها شانغ بيقول لها ان مفيش وقت، والدي بيجهز جيش كبير وهيهجم عليكم. وردت وقالت له ان سكان القريه مهمتهم حمايه البوابه السوداء لان وراها شر كبير وهم عايزين يحموا العالم منه. وساعتها شيرينج بتفهمها ان والدها عايز يفتح البوابه، وده لانه مقتنع ان والدتهم محبوسه وراها. فوقتها خالتهم وضحت ان من الاف السنين كان في امان في القريه، لكن الوحوش اللي ورا البوابه هجمت على سكان القريه مع الجنود اللي كانوا بيهجموا عليهم بوحشيه. وكل ما كانوا يقتلوا من سكان القريه كانت الوحوش دي قوتها بتزيد. وساعتها بقى المحاربين العظماء في القريه اجتمعوا وقتها وكانوا بيحاولوا يتصدوا للشر، لكن حتى اقوى الجنود ما قدروش عليهم لحد ما ظهر التنين الحارس، ومع مساعده الجنود قدروا ان هم يهزموا الشر. ومن يومها سكان القريه بيحموا البوابه السوداء وبيصنعوا اسلحه من جلد التنين علشان يواجهوا الوحوش. وساعتها بقى خالتهم بتوضح لهم ان والدهم مش اول واحد يحاول انه يفتح البوابه، وكل اللي حاولوا فشلوا. وكمان كل اللي حاولوا كان عندهم حاجه واحده بس مشتركه، وهي ان الوحش اللي ورا البوابه كان عنده القدره انه يقلد صوت حد عزيز عليهم علشان يقدر يخدعهم ويخليهم يفتحوا البوابه. بمعنى ادق يا صديقي المشاهد ان الوحش كان بيستغل الاصوات دي علشان ينشر الشر بتاعه من جديد. بعدها كاتي بقى بتتدرب بالقوس وبالسهم باستمرار علشان تكون متمكنه منه وجاهزه للحرب. وبعد شويه بيلبسوا لبس المحاربين، وكمان شيلينج بدات تتدرب هي كمان. اما شانج بيروح لخالته وطلب منها انها تعلمه مهارات القتال الخاصه بوالدته لانها كانت الوحيده اللي قدرت تهزم والده زمان. وساعتها خالته بدات تعلمه، وكان هو بيتعلم بسرعه. وشانغ حاول يتغلب عليها لما استخدم اسلوب والده في القتال، لكن خالته بتهزمه بكل سهوله. بالليل بقى كان شانغ قاعد لوحده بيفتكر والدته والاساليب اللي علمتها له علشان يدافع عن نفسه وعن قريته. وافتكر كمان اللحظه اللي الرجاله دخلوا البيت وكانوا عايزين يقتلوا والدته. وقتها والدته حاولت تقنعهم ان جوزها اتغير وبقى شخص جديد، لكن الرجاله دول كانوا جايين علشان ينتقموا. وساعتها والدته طلبت من شانغ واخته ان هم يهربوا لبعيد، وبدات تحاربهم لوحدهم. وفي البدايه كانت قادره انها تتصدى ليهم، لكن عدد الرجاله كان بيزيد بشكل كبير. وقتها شانغ شاف والدته وهي بتموت قدامه، وبعدها لما والده رجع البيت ولقى مراته ميته قرر يلبس الحلقات في دراعه عشان يرجع قوته وينتقم. وبعدها والد شانغ اخده معاه على مكان فيه الرجاله اللي قتلوا مراته. وشانغ وقتها عرف والده على الناس اللي كانوا موجودين يومها، وساعتها والده راح عليهم وقتلهم كلهم. شانغ كان مصدوم ومخضوض من اللي شافه. من بعدها والده فضل يعلمه القتال لسنين طويله علشان يخليه قوي. وبعد فترة والده عرفه مكان الشخص اللي كان مسؤول عن موت ليه. الغريب ان المهمة اللي كان والد شانغ بعته فيها نفذها، وشانغ كان بيتكلم مع كاتي واعترف انه غير كلامه وانه فعلا قتل الراجل اللي كان مسؤول عن موت والدته وكمل مهمته، لكن كان حاسس بتأنيب الضمير. وعرفها كمان انه بعد ما خلص قرر يهرب ويبدأ حياة جديدة بعيدة عن والده. وكاتي كانت بتحاول تهديه، لكنه قال لها ان مهمتي دلوقتي ان اخلص على والدي. وشانغ كان شايف ان والده هو السبب في كل اللي حصل له. وفي يوم فتح ممر القرية
القرية وكل سكانها كانوا بيجهزوا نفسهم للحرب. وبنشوف الكبير بتاع القرية منع كاتي انها تستخدم القوس زي باقي المحاربين لانه شايف انها لسه مش متدربة كفاية. وبعد شوية والد شانغ بيوصل وخالة العيال واجهته وقالت له ان مراتك مش هنا ومش محبوسة ورا البوابة. وساعتها المعركة بدأت والكل كان بيضرب في بعض. وفي وسط الحرب شانغ شاف والده رايح ناحية قبر والدته وساعتها بيتضايق شانغ جدا وقرر انه يواجه والده. ولما حاول انه يقتله والده ضربه جامد وقال له انت ازاي تشوفها قدامك بتموت وما تعملش حاجة. لكن الحقيقة ان شانغ وقتها كان طفل صغير وما كانش يقدر يعمل اي حاجة. وبعدها بدأوا الاتنين ان هم يضربوا في بعض وشانغ حاول يتصدى ضربات والده اللي كان بيستخدم فيها الحلقات. لكن ساعتها شانغ كان غضبان جدا وقدر انه يوقع والده على الارض لكنه بدل ما يكمل حاول انه يتكلم معاه. لكن والده استغل الفرصه وضربه ووقعه في البحيره. بعدها والده بيسمع صوت مراته جاي من ناحيه البوابه فطار ناحيتها وفضل يضرب فيها علشان يحاول يفتحها. ولما حصل فيها شروخ بدأت الوحوش تطلع منها والوحوش دي هجمت على الكل وبدأت تخطف أرواح المحاربين عشان تغذي الوحش الكبير. والجنود اللي مع والد شانغ شافوا اللي بيحصل وساعتها بيقرروا إن هم يتحدوا مع سكان القرية علشان يواجهوا الوحوش لأن الوحوش دي كان هدفها إنها تسرق الأرواح. ولو الوحش الكبير خرج من البوابة كل البشر هيكونوا في خطر. وساعتها كاتي قررت إنها لازم تحارب وأخدت القوس والسهم رغم إن الكبير منعها. في نفس الوقت بقى شانغ اللي كان في البحيرة شاف تنين كبير والتنين ده اللي كان بيحمي القرية. والتنين بدأ يهجم على الوحوش ومع اتحاد الجيشين استخدموا الأسهم المصنوعة من جلد التنين في المعركة. وشانغ راح ناحية البوابة علشان يتكلم مع والده وحاول يقنعه إن والدته مش ورا البوابة لكن والده كان مصر ان هو يفتحها. وساعتها شانغ قرر ان هو يواجه والده بنفس اسلوب والدته في القتال. ولما والده كان بيضربه بالحلقات قدرت شانغ انه يسيطر عليها وبدأ ان هو يتحكم فيها. وفي النهاية شانغ أخد قرار إنه يرمي الحلقات على الأرض بدل ما يضرب والده وبدأ يتكلم معاه وقال له ما تخليش العين دي يعميك، عيلتك لسه موجودة أنا وأختي إنما والدتي ماتت من زمان. وفي اللحظة دي الوحش خرج من البوابة والوحش كان ناوي يهجم على الكل لكن والد شانغ بيضربه بالحلقات عشان يبعد عنه الخطر. وساعتها والده بيضحي بحياته علشان يحميه لكن في آخر لحظة بيرمي الحلقات لشانغ قبل ما الوحش يمتص روحه. وبعدها لما الوحش كان هيهجم على شانغ التنين الحارس دخل وبدأ يقاتله والوحش حاول يهرب وطار ناحية القرية. وساعتها شانغ واخته بيركبوا على ظهر التنين عشان يقدروا يحاصروا الوحش بأمواج المية لكن الوحش كان أقوى من الأول لأنه كان بيغذي نفسه بأرواح جديدة. والوحش حاول يمتص روح التنين نفسه وكان كبير القرية بيحاول يضرب الوحش لكنه ما قدرش لأن الوحش امتص روحه كمان وسحب سلاحه. وساعتها الوحش كان ماسك أخت شانغ وبيحاول يسحبها لكن شانغ اتمسك بيها بقوة باستخدام الحلقات. في اللحظة دي كاتي قدرت إنها تضرب الوحش بسهم في رقبته وده خلى التنين يهرب ويروح ناحية المية. والتنين استغل الفرصة ووقع الوحش في الفخ مرة تانية. وساعتها شانغ استخدم الحلقات بتاعته وقدرته الخاصة ووجه ضربات قوية للوحش. وفي النهاية شانغ قدر يدمر الوحش نهائيا عن طريق ضرب صدره بالحلقات وخلص على جيشه. ولما رجع للقرية كان في ناس كتير جدا ماتت لكن اللي فضلوا عايشين بقى يشكروا شانغ والتنين. وبالليل بيولعوا شموع وحطوها في النار عشان يودعوا الأرواح اللي ماتوا. وبعد كده شفنا شانغ وكاتي وهم راجعين لحياتهم العادية في المطعم وبيكونوا قاعدين مع أصحابهم وبيحكوا لهم على كل المغامرات اللي حصلت في القرية. وطبعا أصحابهم ما بيكونوش مصدقين الكلام ده لحد ما حصلت حاجة غريبة جدا. الراجل اللي كان في الحلبة واللي كان بيفتح البوابة وقدر يتغلب على الوحش ظهر من البوابة فجأة وأخد شانغ وكاتي معاه قدام الكل. وأصحابهم في المطعم كانوا مصدومين ومش مصدقين اللي بيحصل. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. ما تنساش يا صديقي إنك تشترك معانا وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.